أيها الإخوة المواطنون، الوطن هو المنزل، وحمايته واجب بغض النظر عن نوع وحجم التحدي، وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت. وهذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال، هذا الشعور العميق والشامل تجاه الوطن البيت سوريا من قبل أبناء عائلته الواحدة أفراداً ومؤسسات، وهذه الهبة الهائلة لحماية وإنقاذ ومساعدة إخوتهم المكلومين في حلب واللاذقية وحماة. لم يكن المشهد الوطني والإنساني غريباً عن أي منا، وقد لمسناه بمفاصل متعددة خلال الحرب على سوريا، لكنه كان أكثر شمولاً ووضوحاً، والأهم أنه كان أكثر بلاغة، لأنه أتى بعد 12 عاماً من الحرب والحصار مع ما رافقهما من موت وتخريب وقلة موارد على المستوى الوطني. لكن كل ذلك على قسوته لم يغير من جوهر شعورنا وتفكيرنا تجاه بعضنا البعض، وتجاه الوطن بأرضه وشعبه بمفاهيمه وعاداته وتقاليده. وإذا كانت هذه الحرب قد استنزفت واستنفذت الكثير من الموارد الوطنية وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات، فهي نفسها التي أعطت المجتمع السوري الخبرة والمقدرة على التحرك السريع والفعال في الساعات الأولى للزلزال. فكان حجم تلك الكارثة والمهام المناطة بنا جميعاً أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة، لكن ما تمكن مجتمعنا من القيام به بأفراده ومؤسساته كان أيضاً أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة، ليس بسبب الحرب والحصار فقط، وإنما لأن سوريا لم تكن منطقة زلازل مدمرة على امتداد قرنين ونصف، فلا المنشآت والأبنية ولا المؤسسات والمعدات محضرة للكوارث الطبيعية بأنواعها، مما جعل التحدي الأول من نوعه هو الأكبر بحجمه. ولم يعوض نقاط الضعف تلك سوى الاستجابة العالية والسريعة من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، متطوعين بأعمال الإنقاذ أو متبرعين بمساعدات عينية أو مالية، مقيمين أو مغتربين، حاولوا بكل الطرق كسر الحصار لإيصال أي مقدار ممكن لمساعدة إخوتهم المنكوبين، بالإضافة إلى المساعدات العاجلة التي وصلت من الدول الشقيقة والصديقة، والتي شكلت دعماً هاماً لجهود الوطنية في تخفيف آثار الزلزال وإنقاذ الكثير من المصابين. لكن ومن خلال تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، فإن للزلزال تداعيات عاجلة وآجلة، وما سنواجهه على مدى أشهر وسنوات من تحديات خدمية واقتصادية واجتماعية لا يقل أهمية عما واجهناه خلال الأيام الأولى، وهو بحاجة للكثير من التفكير والحوار والتكافل والتنظيم لدى مختلف القطاعات الوطنية. ومن الضروري أن لا ننظر إلى تلك التداعيات كحالة منعزلة مرتبطة بالزلزال حصرا، بل كحالة تراكمية للحرب والتخريب الإرهابي وللحصار بتأثيراته وللزلزال مؤخرا، يضاف إليها عوامل خلل تراكمت عبر عقود سابقة للحرب في القطاعات المختلفة. لكل من عمل على تخفيف المصاب الأليم بما يستطيع مادياً ومعنوياً بشيء أو بكلمة، مقيمين ومغتربين، لا نوجه الشكر، لأن محبة الوطن وخدمته والدفاع عنه من قبل أي منا هو واجب لا يستدعي الشكر، بل نقول لهم: نفخر بكم ويفخر بكم الوطن. وفي خضم ألمنا وحزننا على الضحايا وفخرنا بأبناء وطننا، لا يفوتنا تقديم الشكر لكل الدول التي وقفت معنا منذ الساعات الأولى للكارثة، من أشقاء عرب ومن أصدقاء.
وكان لمساعداتهم العينية والميدانية الأثر الكبير في تعزيز قدراتنا لمواجهة الظروف الصعبة في الساعات الحرجة. وأخص بالذكر فرق الإنقاذ من مختلف الدول التي شاركت بفعالية وبقيت تعمل حتى آخر لحظات الأمل بوجود شخص حي تحت الأنقاض، وشاركوا بعمليات الإنقاذ بتفاني وحماس زملائهم من السوريين، وكانوا إخوة حقيقيين. لهم نوجه باسم كل سوري تحية وشكرا وامتنانا. إخوتي المواطنين، كلنا في هذا الوطن مسلمين ومسيحيين نؤمن بالله، والإيمان به يعني الإيمان بإرادته، وإرادته بالنسبة لنا قدر قد يأتينا بأشياء نحبها وأخرى نبغضها. وإن لم نكن في موقع من يدرك الحكمة الإلهية من البلايا والنعم التي تصيبنا وأسبابها، فنحن بكل تأكيد في موقع تعلم الدروس وأخذ العبر منها، من حسنها وسيئها. وأهم وأول ما نتعلمه من هذه التجربة القاسية، وقد تمكنا مع بعضنا البعض بمختلف أطيافنا وقطاعاتنا من التغلب على ظروفنا وقلة إمكانياتنا، هو الإيمان بقدراتنا الذاتية الكبيرة، والإيمان أن تعاضدنا هو الذي يفعلها، وأن تشتتنا هو الذي يخمدها. فلنؤمن بالله، ولنؤمن بالوطن، ولنؤمن بالإرادة القادرة على صنع المعجزات عندما نمتلكها، لتبقى سوريا عزيزة بأبنائها، قوية بتاريخها، غنية بكرامتها، قادرة بإرادتها. رحم الله فقداءنا وشفى جرحانا، وحمى سوريا وشعبها من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.